تعرض الإنجليزي كايل ووكر نجم مانشستر سيتي للإصابة في وقت مبكر من اللقاء الذي جمع بين المنتخبين الإنجليزي والبرازيلي الودي المقام مساء اليوم السبت على ملعب ويمبلي بلندن. إصابة وتبديل اضطراري قد يكون كابوس مرعب لمانشستر سيتي قبل مواجهتي أرسنال في بطولة الدوري وعلى قمته، وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. وفي أول ربع ساعة من المباراة حاول الظهير الأيمن إبعاد كرة نجم المنتخب البرازيلي فينيسيوس جونيور قبل أن تجتاز خط المرمى. بعد ذلك سقط ووكر على الأرض وأمسك فخذه قبل أن يخرج من الملعب ويحل مكانه ظهير أستون فيلا إزري كونسا في الدقيقة 20. وتعد هذه الإصابة كابوس مرعب في صفوف مانشستر سيتي الذي يعول على ووكر بكل تأكيد في مباراتي أرسنال، وهي مباراة قمة الدوري الإنجليزي وريال مدريد في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.